ده الماك بوك الاير الام 1 اللي ابل اعلنت عنه سنه 2020 مقابل $1000. بعدها بسنتين نزل الاصدار الجديد منه الماك بوك الاير الام 2 اللي نزل بسعر اغلى $1200. فبالتالي الجهاز ده واللي ابل ما زالت بتبيعه حتى الان سعره بدا ينزل شويه، وممكن تلاقيه بيتباع ب $900 واحيانا كمان $850. الشيء اللي خلى فرق السعر ما بين الجهازين كبير، فبالتالي خلى ناس كتير تفكر انها تجيب الجهاز ده. ولكن برضو الناس دي كانت بتسال، هو الجهاز اللي نزل سنه 2020 هل مواصفاته وتجربته تقدر انها تواكب البرامج والتطورات اللي حصلت عليها اللي احنا موجودين فيها دلوقتي في 2023 ولا لا؟ ده السؤال اللي هجاوبكم عليه في الفيديو ده، فبدون اي تاخير خلينا نبدا. الفيديو ده برعاية شركة اي بوي سوفت اللي بتعمل تطبيق NTFS فور ماك. صيغة NTFS هي صيغة مشهورة جدا بنعمل بيها فورمات للفلاشات او الهاردات بتاعتنا، ودي الصيغة الاشهر للناس اللي بتستخدم الاجهزة الويندوز. ولكن للاسف الناس دي لما بتيجي تنقل للماك او اس الصيغة دي في الفورمات للاسف بتخلي اي هارد او فلاشة متفرمتين بالصيغة دي مش بيشتغلوا على الماك بشكل كويس، بيبقى الماك يا دوبك قادر ان هو يقرا الحاجات اللي عليهم ليس الا. فهنا يجي دور البرنامج ده NTFS فور ماك، البرنامج اللي بعد ما بتثبته وبتوصل اي هارد بصيغة NTFS على الجهاز عندك بتلاقي ان الجهاز قادر يتعامل مع الهارد بمنتهى السهوله، وتقدر تنقل ملفات من والى الهارد بشكل عادي جدا كانك موصله على جهاز ويندوز. هتلاقي اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. الماك بوك ال ام 1 الجهاز ده معايا تقريبا من اكتر من سنه ونص. ده الجهاز اللي انا قررت ان انا معاه ابدا اجرب الماك او اس واشوف العالم بتاع ابل ده بيقول ايه بالظبط. وانتهت التجربه دي بان انا اشتريت الماك بوك برو بسببه، وبعدها فضولي خلاني اشتري الماك بوك الاير الام 2 علشان اجربه واشوف الفرق ما بين الجهازين واعمل فيديوهات بتقارن وبتعمل ريفيو لكل جهاز منهم. وبالتالي الشيء ده خلى تجربتي مع الماك او اس ومع اكتر من لابتوب من ابل خلى تجربة عميقة شوية، وبقيت قادر ألاحظ الفروقات وأقدر أحكم بدقة هل الجهاز ده ممكن يكون فعلا مناسب لاستخدام الناس في 2023 ولا لا. ويمكن أكتر حاجة الناس هتلاحظ إن الماك بوك الإير الام 1 متأخر فيها شوية عن أجهزة أبل الجديدة هو التصميم بتاعه القديم نسبيا. أبل حدثت التصميم مع كل اللابات بتاعتها تقريبا، ولكن الإير الام 1 ده كان آخر سنة نزل فيها هذا التصميم، وبقاله فترة كبيرة جدا كل اللابات بتنزل بنفس التصميم. فبالتالي الجهاز وسط لابات ابل يعتبر تصميمه قديم شويه، ولكن التصميم نفسه كهاردوير وخامات مازال ممتاز جدا. الجسم مصنوع من الالومنيوم بشكل كامل، وزن الجهاز كيلو 290 جرام فوزنه خفيف، وكمان سمك الجهاز هنا قليل جدا فهتقدر تتحرك بيه وتستخدمه بالشكل اللي انت حابه. الكيبورد كمان في الجهاز ممتازه، هتلاقي الكتابه عليها سريعه وفيها اضاءه وفيها كمان تاتش اي دي علشان تقدر تعمل لوج ان على الجهاز بسرعه. وحتى التراك باد في الجهاز هنا حجمها كبير واستخدامها سهل جدا، وكمان التراك باد هنا بتدعم ال 3 دي تاتش وبتدعم المالتي تاتش، وفيها كمان هابتك فيدباك بيخليك تحس بتكه زرار حقيقيه كأن في زرار فعلا، ولكن التكه دي بتحسها بشكل متوهم من خلال موتور فايبريشن موجود تحت التراك باد. حتى لو بصيت على السماعات بتاعت الجهاز اللي موجوده على اليمين وعلى الشمال، صوت سماعات الجهاز هنا عالي وواضح وضخم، وحتى سماعات الجهاز هنا لا تزال افضل من الماك بوك الاير الام 2 اللي انا اتكلمت عليها بالتفصيل في المقارنه، هتلاقوها موجوده في الوصف. فالتصميم هنا مازال كويس جدا وبيقدم عمليه بشكل كبير، ولكن برضه في شويه عيوب صغيره. اولا المنافذ، انت ما عندكش غير 3 منافذ، الاثنين اليو اس بي تايب سي وكمان منفذ ال 3.5 مللي. اي نعم المنفذين هنا بيدعموا اليو اس بي 4 وبيدعموا الثاندر بولت 3، وممكن توصل يو اس بي هب علشان تقدر تستخدم منافذ مختلفه، ولكن يعني برضه منفذين يعتبروا رقم قليل، خصوصا لو انت بتشحن الجهاز هتبقى شاغل منفذ منهم فهيبقى متبقي لك منفذ واحد بس. الحاجه الثانيه اللي التصميم هنا محدود فيها شويه هو شكل الشاشه بتاعت الجهاز اللي الحواف بتاعتها للاسف كبيره شويه، فبالتالي بتحسسك ان انت ماسك جهاز قديم نسبيا. لكن على الجانب الاخر الشاشه نفسها كتجربه ما زالت بتقدم تجربه كويسه جدا. الشاشه جايه من نوع اي بي اس وبحجم 13.3 بوصه، والدقه بتاعتها 2560 في 1600 اللي هي تقريبا 2K، والوان الشاشه دقيقه جدا وتقدر تعتمد عليها حتى لو انت حد شغله معتمد على دقه الالوان. الشاشه اجمالا التجربه بتاعتها ممتعه، ولكن عندي عليها هنا تحفظين. التحفظ الاول هو درجات اللون الاسود بتاعها، هتلاقي ان هو فاتح شويه، فبالتالي لو بتتفرج على فيلم مثلا هتلاقي ان الخطين السود اللي فوق واللي تحت هتحس انهم فاتحين شويه مش اسود قاتم. وتاني حاجه هو السطوع الاقصى بتاعها ال 400 نت اللي بيكون مناسب لو انت بتستخدم الجهاز جوه البيت، ولكن لو انت قاعد في مكان فيه اضاءه قويه هتحس ان الشاشه غامقه شويه وكانت محتاج انها تبقى افتح من كده سنه. اجمالا حتى الان كل حاجه في الجهاز مناسبه جدا ل 2023، التصميم كله تمام ما عدا موضوع حواف الشاشه، وكمان العمليه اللي بيوفرها التصميم ده ما زالت كويسه جدا ما عدا موضوع منفذين اليو اس بي تايب سي اللي هو رخم شويه، انما بخلاف كده الجهاز مازال بيقدم تجربه كويسه جدا في 2023. ولذلك خلينا نتكلم عن الجزء الاهم في تجربه الجهاز هو الاداء والبطاريه.
خلينا في الاول نتكلم عن البطاريه لانها مش هتاخد وقت كبير. البطاريه بتاعت الجهاز هنا 50 واط ساعه، ده الحجم بتاعها، وبتقعد معاك تقريبا في حدود 10 ساعات من وقت عمل الشاشه، ودي مده كويسه جدا على جهاز من سنه 2020. وحتى اجهزه الويندوز بتاعت دلوقتي اللي في نفس الفئه السعريه لسه صعب جدا ان انت تلاقي جهاز منهم ممكن يقدم اداء بطاريه بنفس الاداء بتاع الاير الام 1. والجميل ان الجهاز هنا بيديك نفس الاداء بتاعه سواء كنت مشغله على البطاريه او الشاحن، الشيء اللي بتتميز بيه ابل ومش موجود في اجهزه كتير من اللابات الويندوز. الجهاز كمان بيدعم شحن سريع لحد 61 واط، ولكن الشحن اللي جاي معاه في العلبه جاي بسرعه 30 واط، فاجمالا تجربه الشحن كويسه. وحقيقي لو انت شخص بتستخدم الجهاز ساعه ونص او ساعتين في اليوم، الجهاز ده انت هتضطر ان انت تشحنه تقريبا مره واحده كل 5 ايام او اسبوع، حاجه في الرينج ده. فالبطاريه هنا تجربتها كويسه جدا. نيجي بقى لموضوع الاداء، وهنا بقى عاوزك تركز معايا قوي علشان تبقى فاهم انت هتشتري ايه بالظبط. النسخه اللي معايا من الجهاز هنا هي اقل نسخه، اللي جايه ب 8 جيجا بايت رام وذاكره داخليه 256 جيجا. طبعا موضوع تحول ابل من معماريه الاكس 86 لمعماريه الارم ده موضوع ممكن نتكلم عنه في فيديو لمده نص ساعه، ولكن اللي يهمنا هنا هو ان الماك بوك الاير الام 1 كان اول خطوه في عمليه التحول دي. وده ببساطه هيقدم لنا ايه في النهايه كمستهلكين؟ ده ببساطه هيخلي الجهاز هنا يقدم لك اداء عالي جدا مقابل استهلاك طاقه قليل جدا، فبالتالي انت هتاخد اداء بعمر بطاريه ما كناش شفناه قبل كده، وده فعلا اللي حصل. الجهاز في الاستخدام العادي زي التصفح ومشاهده المحتوى والحاجات دي كلها هيقدم لك تجربه محترمه جدا وسريع جدا، وتقريبا ما فيش تهنيجات نهائي. ولكن لما هتبدا تنزل برامج تقيله وتبدا تحمل على الجهاز في الاستخدام وتنزل برامج زي مثلا ادوبي بريمير وتعمل مونتاج لفيديوهات 4K، هتلاقي ان الجهاز بيبدا يبطأ شويه، واحيانا هتضطر ان انت تعمل ريستارت للبرنامج عشان يرجع يشتغل بشكل سلس زي الاول. ويمكن من تجربه استخدامي لمده سنه ونص مع الجهاز الموضوع ده بيحصل لسببين. السبب الاول هو ان الرامات اللي موجوده في الجهاز هنا 8 جيجا بايت رام بس، وللاسف الرامات دي غير قابله للتحديث، فبالتالي الرامه لما بتتملي الجهاز بيبدا يبطأ شويه، فاحيانا بتضطر ان انت تعمل ريستارت للبرنامج. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو ان الجهاز التبريد بتاعه باسيف، او بيبقى من خلال قطعه معدن موجوده على الشيبسيت او المعالج اللي في الجهاز، ومفيش مروحه بتبدا تطلع الحراره من قطعه المعدن دي وتطلعها بره الجهاز. فبالتالي قطعه المعدن دي لما بتسخن الجهاز بيبدا يعمل ثيرمال ثروتلينج، او بمعنى اصح بيقلل اداء المعالج علشان يفضل محافظ ان هو يبقى شغال ضمن نطاق درجه الحراره الامنه عشان ما يحصلهوش مشاكل مع الوقت. فبالتالي لو انت مثلا خلصت اديت وبتعمل ريندر، هتلاقي بدايه الريندر سريعه، وانس ان المعالج يوصل لدرجه الحراره القصوى اللي هو يقدر يوصل لها والجهاز يقلل اداؤه، هتلاقي ان سرعه الريندر قلت شويه والجهاز هتلاحظ ان هو سخن. فده مش سيناريو استخدام الجهاز، ولكن نقطه حبيت اقولها للامانه علشان لو انت عاوز تجيبه وتعمل عليه مونتاج فيديوهات. والموضوع ده هتلاقيه ملاحظ اكتر مع الفيديوهات ال 4K، ولكن الفيديوهات ال 1080 هتبقى تجربتها والايديت بتاعها هيبقى مقبول جدا على الجهاز. فاجمالا هنا خلينا نجاوب على السؤال: هل الماك بوك الاير الام 1 مازال مناسب اللي الناس تشتريه وتدفع فيه المبلغ ده في 2023؟ الاجابه هنا قطعا الجهاز مازال مناسب لعدد كبير جدا من الناس. التصميم حلو، وكمان الكواليتي بتاعته كويسه جدا، وشاشه الجهاز كمان هتقدم لك تجربه مقبوله جدا للاجهزه اللي موجوده في نفس الفئه السعريه. وكمان اللي هيميز الجهاز ده اكتر هو عمر البطاريه بتاعه اللي ممكن يوصل لحد 10 ساعات، فده برضو رقم مش من المعتاد اللي احنا بنشوفه في اللابتوبات. وغير ده كله اداء الجهاز هنا يعتبر محترم جدا، ووزنه كمان خفيف مقابل الاداء وعمر البطاريه اللي انت هتاخدهم منه فعليا. ففكره ان انت جهاز زي كده ممكن تشتريه مستعمل بحاله كويسه بسعر $700 تقريبا، دي فكره فعلا تستحق ان انت تستثمر فيها، والجهاز فعلا هيكون مناسب جدا لو انت بتدور على جهاز في الفئه السعريه دي. فمن وجهه نظري انا شايف ان الجهاز مناسب جدا للناس اللي استخدامها خفيف الى متوسط، ولو انت استخدامك تقيل شويه بتعمل مونتاج لفيديوهات فالافضل تكون الفيديوهات دي 1080 مش 4K، وقتها الجهاز ده هيبقى بيقدم لك يعني احسن باكج اوفر اول ممكن تاخدها من جهاز في الفئه السعريه دي. طبعا في وصف الفيديو هتلاقي رابط مراجعه الماك بوك الاير الام 1 ومراجعه الاير الام 2 لو انت عاوز تشوفها، وكمان هتلاقي مقارنه الماك بوك الاير الام 1 مع الام 2 عشان تعرف هل الاير الام 1 مناسب ولا تزود شويه وتجيب الاير الام 2. فكل الحاجات دي هتلاقيها موجوده في الديسكربشن. وبس كده، كان معاكم احمد الخياط، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. سلام.